الغاية أن هذه المنظومة تعتمد على عصبين رئيسين. العصب الأول قوة الرادارات، إذن الاعتماد على قوة الرادارات، وهذا هو العنصر الهام، هو العصب الرئيس، هو أهم ما يمكن اليوم الوصول إلى بين قوسين أو خلاصة الرئيسة بهذا التحديد. ثم سنرى 77 مواجهة مباشرة لنعتبر لصواريخ هيبرسونيك فرد صوتية تتجاوز المركبات المعلوماتية الإلكترونية العادية. إذا لدينا الخاصيتين معا. بالنسبة لروسيا لدينا قوة الرادارات ولدينا المنظومة الإلكترونية، والحالتين معا حاضرتان الآن في الجزائر. هذا الذي يجعل من قمة الغاز محمية بشكل واضح بتحريك الآس 500. وواضح جدا أن قمة الغاز الآن قد دخلت أمام منعطف جديد يراه على الأقل الروسي بمثابة التقدم النهائي تجاه غرب المتوسط. في كل الذي لاحظه الجميع في المعادلة السابقة وجدنا قطر إلى جانب بوتين كمنتجين، ورأينا كيف المعادلة بوتين مع محمد بن سلمان من داخل نقطة الغاز. الآن نجد ما سمي بالغاز، وهذا الثقل الآن من قمة الغاز سيأخذ أبعاد غير مسبوقة، خصوصا أمام أولا الاستثمار الغربي الواسع في الغاز في الجزائر. هذا أمر هام استهلاكا تصديرا واستهلاكا استهلاكا. إذا لدينا هذه الخاصية، ويريد الأطراف الأخرى الصيني والروسي اختراق هذه المنظومة التي جعلت من الجزائر استثمارات نفطية وغازية للغرب، الاقتصاد الغرب والسلاح الجزائري لحماية الثروة هذه انطلاقا من المنظومة الشرقية السوفيتية سابقا. وهذه المنظومة إما صينية وإما روسية، وهناك اقتراحات أمريكية من أجل التزود شراءات مباشرة للسلاح الأمريكي. وفي هذه الظرفية على وجه التحديد فإن هذه المعادلة اليوم لا يرغب الآن على الأقل الأمريكي في تجاوزها لسبب رئيس. أول من دعم الهند من أجل إيقاف إدماج الجزائر في بريكس هم الأمريكيون، لأن الأمريكي سيخسر سوق الغاز والنفط على وجه التحديد. ثانيا أن أهم عنصر يريده الآن الأمريكي الحفاظ على هذه السوق استثمارا واستهلاكا عبر إيطاليا نحو أوروبا، وأيضا عبر البنية التحتية كلها يجب أن تبقى بنفس مواصفاتها. لذلك فهناك إقرار في الاتجاه الآخر بأن الجيش الجزائري يريد منظومات مستقلة ومتطورة وغير مسبوقة بمواجهة تأمين ثروات